طريقة عمل بلح الشام. مكونات بلح الشام: كوب من الدقيق، رشة من الفانيلا، رشة من الملح، كوب من الماء الفاتر، كوب من الزيت النباتي، 3 بيضات، ملعقة صغيرة من النشا. طريقة تحضير بلح الشام: تحضير إناء ووضعه على نار هادئة مع إضافة الزيت والماء وتركه على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ثم إضافة الدقيق والفانيلا والنشا مع الاستمرار في التقليب للحصول على عجينة متماسكة، وبعد ذلك رفع الإناء قليلا من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة أكثر، وتترك لفترة حتى تهدأ تماما، ثم إضافة البيض ومع التقليب جيدا حتى تتماسك العجين، ثم تحضير كيس تزيين الحلوى، ثم إضافة العجين داخل الكيس حتى نحصل على الشكل المطلوب، ونقوم بإلقائه في زيت بارد وبعدها نرفع الزيت من على النار مع تقليب بلح الشام للحصول على اللون الذهبي. طريقة تحضير شربات بلح الشام: يجب خلط كوب من الماء مع كوب من السكر في إناء ووضعه على النار وتركه حتى يصل لمرحلة الغليان مع التقليب حتى يذوب السكر، ثم إضافة عصير الليمون خلال مرحلة الغليان، ولكن هذه المرة على نار منخفضة حتى يخلط ويصبح ثقيل القوام.